لو مش عارف تعمل ايه في الاجازه فالفيديو ده ليك. ناس كتير عايزه تطور من نفسها في الاجازه بس مش عارفه تبدا ازاي او تعمل ايه، فانا هقول لكم على 3 حاجات مفيده تعملوها في الاجازه هتفيدكم جدا في المستقبل. اول حاجه وهي انك تتعلم مهاره تدخلك فلوس، سواء كنت في كليه او متخرج. تقدر تشوف انت شاطر في ايه وتحسن من مستواك في الحاجه دي. لو انتوا شاطرين في التصوير ومعاكم تليفون كاميرته كويسه، تقدروا تجيبوا اي برودكت عندكم من البيت او اي حاجه وتجربوا تصوروا البرودكتس دي وتعملوا اكونت وتنزلوا عليه الحاجات دي. تقدروا تتعلموا مهارات كتير زي الايديتنج والفريلانسنج، الفويس اوفر، كتابه السكريبت. لو الانجليش بتاعكم كويس برضه هتلاقوا حاجات كتير تشتغلوها. اليوتيوب عليه توتوريالز لكل حاجه عايز تتعلمها. تاني حاجه وهي انك تحسن الانجليش بتاعك، لان كده كده دي حاجه هتفيدك جدا جدا في كل المجالات، سواء في كليتك او بره كليتك، وهتخلي ليك الاولويه في فرص كتيره جدا. تقدر كمان تدخل منها فلوس بطرق كتيره جدا. اخر حاجه وهي انك تاخد انترنشيب، سواء في حاجه ليها علاقه بكليتك او ملهاش علاقه. الانترنشيب دي هتحسن من مهاراتك وهتطور منها جدا، زي انك تنزل تدريب في مستشفى، تدريب في صيدليه، انترنشيب في شركه، اي حاجه سواء ليها علاقه